عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل معاكم طريقة تخزين التوم من السنة للسنة. التوم اللي بيكون موجود في الأسواق، طبعا مش بنجيبه كده على طول وبنروح للبنات اللي هي لسه جديدة على الجواز، يعني مش بنجيبه على طول ونقوم مربطينه ومعلقينه على الحيطة، لا ده بيبقى ليه حاجات بسيطة كده برضو هتفرق معاكي. أول حاجة لازم تجيبي الراس تكون ناشفة ومش مليانة طين، لأن الطين لما بيكون في الراس بيوزن معاكي كتير. في ناس بتبقى سايبه الطينه كده علشان توزن معاها، فانت ما تجيبيش الراس اللي مليانه طين. تاني حاجه ما تجيبيش العروق اللي هي خضره. لو معكيش خالص تقدري ان انت تجيبي كيلو او كيلو ونص يمشوكي لحد ما التوم ينشف في الاسواق، علشان تقدري ان انت تخزنيه. زي ما انت شايفه ما فيهوش طين كتير زي معظم الناس ما بتعمل كده علشان توزن كتير للزبون. ببدأ ان انا اجيب التومه ناشفه، العرق بتاعها ناشف زي ما انتوا شايفين، وكمان بنضف كل الحاجات اللي ملهاش لازمه واخرج الفصوص زي ما انت شايفه كده، اللي هي مش ماسكه في نفسها. طبعا ببدأ ان انا اشتغل بدي الاول لحد ما اخلص كل الفصوص. باجي كمان عندي حاجه كده مستطيله، بتكون واسعه كده. بعد كده بحط فيها التوم بتاعي واسيبه ينشف براحته خالص، ولسه طري شويه عشان تبقى عارفه التومه معاكي صغيره ولكن الفص منها كبير. انا بجيب الفص زي ما انت شايفه كده اللي ملهاش بقى عرق ان هي تتمسك منه، بنخرجه زي دي كده. بس الفص بتاعها زي ما انتوا شايفه كده كبير كبير جدا. تمام. ببدأ ان انا اجيب توم، الكمية اللي بحتاجها طول السنة، من التومة البيضة والتومة الحمراء. طبعا التومة الحمراء عمرها طويل جدا والتومة البيضة عمرها قصير جدا، بس الفص منها بصراحة رهيب، بيعمل لك ريحة رهيبة من اخر الشارع، حلوة جدا. الفص منها ممكن يعني بمقام راس او راسين من الفص من اللي هو التوم الاحمر. فدايما بشتغل بيه الاول لحد ما يخلص عندي، وبعد ما يخلص ببدأ ان انا اشتغل بالتومة الحمراء لان عمرها طويل زي ما قلتلك، وبكون كده ما هدرتش اي حاجة ولا زرع حاجة مني ولا حاجة فرغت. تمام. ببدأ كل التوم اللي معاكم دوت احمر، انا كنت لسه ما جبتش الابيض بس جبته بعدين. تمام. ببدأ ان انا انضفه بالشكل اللي شفتوه، وبعد كده بجيب اربط بقى. طبعا بربطه الكمية اللي انا محتاجاها علشان هعلقه على الباب من بره، وكمان ياخد هوا براحته. خدي بالك هو مش هيعفن منك لان هو ناشف زي ما انت شايفة بالشكل ده، فانا مربطه كويس جدا. تمام. لكن لو طري هيعفن منك وهيعمل قلق وريحة وحشة. ببدأ ان انا كمان اجيب اللي هي الفروع زي ما انت شايفة كده واقصقصها كده، اللي هي ملهاش لازمة، لان اول لما تنشف قوي هتبهدلك قدام باب الشقة. فاحنا بنشيل اي حاجة ملهاش اي لازمة، وبعد كده بناخده بقى ونعلقه. طبعا بيقعد معايا زي ما انتوا شايفين كده، انا بجيب كمية كتير منه. هو حاليا في السوق عامل 40 جنيه، انا كنت شارية الكيلو ونص ب5 جنيه زي ما انت شايفة كده. فانت خلي بالك وتبقي عارفة مواعيده امتى وازاي اشتريه، علشان خاطر ما يضحكش عليكي او يختفي من السوق قبل ما تفرزيه، قبل قصدي ما تخزنيه. طبعا انا علقته خلاص كده على الباب، وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى منك لايك وشير وسبسكرايب.